يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني. النهارده هنعمل طبيخ مصري اصيل كده بنحبه وسهل جدا واقتصادي من غير لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. هنجيب الحله بتاعتنا نحط فيها معلقه من السمنه، عليها بصله متقطعه مكعبات، هنديها تقلبتين في السمنه وما نخليهاش تاخد لون، وننزل عليها بنص معلقه من الثوم المفروم، برضه هنديله تقليبه كده مع السمنه، مش هنخليه برضه ياخد لون هو كمان. وهننزل بالصلصه بتاعتنا. الصلصه انا عاملاها ايه؟ ضربتها في الخلاط وصفيتها كويس من القشر والبذر اللي فيها. على فكره بتخلي الطبيخ شكله احلى وافيد كمان من القشر بتاعها، عشان القشر برضه بيعمل اضرار. هننزل كده عليها ومش هنخلي الصلصه لا تتسبك ولا تغلي عفوا، الا لما نحط الطبيخ. هننزل عليها بقى بالخضار اللي معانا، وانا عامله النهارده فاصوليا خضراء. هننزل عليها بالفاصوليا وهنخليهم بقى تتسبك مع الطبيخ، بحيث ان الفاصوليا تشرب من الصلصه وكمان تتسبك معاها وتستوي كده شويه. نسيبهم مع بعض تتسبك على نار متوسطه. وفي حله تانية هجيب حله احط فيها شويه من الزيت، حبه حلوين كده عشان تخلي الرز مفلفل. وهننزل بالشعريه اللي معانا. النهارده هعمل لكم رز بشعريه بطريقه حلوه قوي وسهله وسريعه. هننزل بالشعريه وهنحمرها كويس، ما نخليهاش تاخد لون غامق قوي ولا لون فاتح قوي، لان احنا لما ننزل بالرز تلقائيا الشعريه لونها يفتح شويه عن ما كانت. هننزل بيها وطبعا ايدينا فيها، ما نروحش نعمل حاجه ونسيبها عشان بتاخد لون بسرعه، وممكن حبه يتحرقوا وحبه ما ياخدوش لون، فعشان يبقى كله لون واحد هقلبها كده كويس وايدي فيها على طول. وفي نفس الوقت هكون غاسله الرز وسايباه يتصفى من ميته، وبرضو مجهزه الميه اللي هسقيه بيها. هنا كان الشعريه بدات تاخد معانا لون، وبرضو ما زلت بقلب فيها. ما تشيليش ايدك وتروح تعملي حاجه عشان ممكن في لحظه تلاقيها خدت لون. وهنا كان خدت اللون المطلوب. بصوا لونها ذهبي كده وحلو ازاي، ذهبي مش ذهبي فاتح، لا ذهبي داخل على الغامق شويه كده، عشان لما نحط الرز والميه تلقائيا الشعريه لونها هيفتح. هننزل بقى بالرز اللي معانا، وبعد كده هحط عليه نص معلقه من الملح. ما تحطيش الملح مره واحده كتير عشان ممكن يطلع حادق معاكي ومتعرفيش تتصرفي فيه. حطي حبه بحبه ودوقي الميه. لو هي عايزه شويه كمان من الملح تحطيها. هنا حطيت الملح، قلبت كله مع بعض، الشعريه مع الرز مع الملح. وهنزود الميه بتاعه الرز الابيض بتخليها اعلى من الرز بحاجه بسيطه، يعني كوبايه من الرز قصادها كوبايه من الميه. هتعملي مثلا 5 كوبايات رز ابيض قدامها 5 كوبايات ميه. وكمان تقدري تختبريها بطريقه تانية، بان انتي مثلا صباعك اول عقله بيه تكون الميه واصله لاول عقله. وبعد ما احط الميه المظبوطه لكميه الرز اللي انا عاملاها هسيبها على نار. بس حطي الرز مش على اعلى نار عندك، لا حطيها على النار الهاديه اللي عندك، بس تكوني معليه عليها. وهنا كنا بنشوف الطبيخ وبدأت هنا تتشرب الصلصة بتاعتها وتتسبك. الرز يا جماعة، الرز تخليه متعلي عليه لحد ما تلاقيها شربت المية بتاعتها، ويكون فيها حبة من المية كده على الوش. هنا كان في حبة مية من على الوش، بس على ما رفعت الغطا وكده صوركم كانت شربتها. تديها تقليبه بسيطه كده، وعلى فكره ممكن ما تقلبهاش عادي، بس اهم حاجه اول ما تلاقيها شربت الميه توطي النار على طول، وتسيبيها النار واطيه ممكن من 5 ل10 دقايق كده وتشوفيها. هنا كان الرز استوى بعد حوالي 7 دقايق كده او 10 دقايق. بصوا ما شاء الله مفلفل، وبجد الطريقه دي حلوه قوي وطلعت الرز طعمه حلو وناجح ومفلفل. هتعجبكم قوي، جربوها. واللي ما بيعرفش يعمل رز يعني دي اسهل طريقه جدا للرز، بجد هتبقوا محترفين فيه وهيعجبكم قوي 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 طعمه. بعد كده نروح بقى للطبيخ. خلصنا اول حاجه معانا الرز. الطبيخ اللي معانا كانت خلاص الصلصه اتسبكت اللي فيه، وكمان هتلاقي لون الفاصوليا اتغيرت اهي. هننزل بالميه. انا ما حطيتش توابل، لو تلاحظوا انا ما بحبش احط التوابل والصلصه بتتسبك، عشان كتر الغليان بالتوابل هتخلي اولا الريحه بتاعتها تروح، الصلصه لونها هيغمق من التوابل وممكن يبقى مش حلو، فانا صراحه بتجنب الموضوع ده. هنا زودت ميه سخنه عشان ما اخليش الفاصوليا تجلد كده معانا. وبعد كده مش هزودها كتير طبعا، عشان خلاص هي يعتبر استوت نص سوا او 3/4 سوا مع الصلصه وهي بتتسبك. هنا حطيت ميه، شايفين لونها ما شاء الله عامل ازاي، والقوام حلو كمان، غير ان هي لسه هتغلي كمان فالقوام هيتقل.
هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا بعد ما نزود الميه بقى. هننزل بالتوابل اللي معانا. ايه هي بقى؟ انا مش بحب احط توابل كتير، فحطيت شويه من الكمون. طبعا الكمون والملح على حسب الكميه اللي انت عاملاها. وعندنا الملح، حطيت كمون وملح. وطبعا ما ننساش اهم حاجه السكر، المعلقه الصغيره من السكر او نص معلقه من السكر دي هتضيع الحموضه اللي في الصلصه، وبجد هتبقى حلوه. لا بتخلي الطبيخ مسكر ولا حاجه، لا هي بتبقى بس عشان الحموضه اللي في الصلصه بس. وهنديهم تقلبتين مع بعض ونغطي ونسيبهم. عارفه؟ وبصوا ما شاء الله شكل الفاصوليا عامله ازاي، حلوه قوي. وهنسيبها حوالي كده 7 برضو دقايق او 10 دقايق لحد ما تتعمل. وكده كانت اتعملت معانا، وبجد الطريقه دي حلوه وجميله، اعتمدوها في الفاصوليا وفي اي طبيخ. وبجد حلوه. بصوا لون الفاصوليا جميل وطعمها حلو، و هتعجبكم قوي بجد. جربوها وان شاء الله اقابلكم في وصفه جديده. بس قبل ما نخلص هوريكم حاجه كمان انا بحب اعملها جنب الطبيخ والرز، بتعجبني قوي، بتليق عليها قوي. هنا بصوا الرز كان مفلفل قوي وطعمه حلو قوي، جربوه هيعجبكم. جنب بقى اي حاجه انتوا عايزينها، اي طبيخ، بس اعتمدوا الطريقه دي في اي طبيخ بجد هيبقى حلو. الباميه بقى حواراتها كتير، هبقى اعملها لكم ان شاء الله في مره تانية. انا بقى جنب الرز والطبيخ عملت ايه؟ عملت بتنجان مخلل. انا لقيت عندي بتنجانيه رومي، جبتها قطعتها شرايح، هتحطيها في ملح عشان تنزل الميه. انا مستعجله فقليتها على طول، طبعا شربت زيت. هتعملي 5 فصوص من الثوم، عليها قرن فلفل حراق طويل، ومعاهم شويه ملح وكمون، تضربيهم كويس، تدقيهم، تنعميهم، وتنزلي عليها بعصره ليمونيه وشويه خل، وتحطيها على البتنجانه، وتحفه قوي. والف هنا وشفا، واقابلكم ان شاء الله في وصفه جديده. باي باي.